تحياتي الكابتن منير. اكيد اللاعبين كلاعبين مرينا بهاي الظروف وهاي التجربه. دائما التفكير الاول يكون للاعب هو ينصب على بلدك، على الناس اللي راح تشاهدك، اذا كان الجمهور او الاعلام او اللاعبين او العائله او الكل، كل البلد. فلذلك صراحه احنا قلوبنا مع المنتخب المغربي، وكلنا مع قلوبنا مع كل المنتخبات العربيه. الصراحه اكو فرصه موجوده، اتمنى اليوم ان شاء الله اللاعبين يكونون قد المسؤوليه، وان شاء الله اليوم يرفعون راس بلدهم ويرفعون راس بلد العرب ان شاء الله جميعا. الان في هذا الزمن، في زمن السوشيال ميديا، ضغط كبير على اللاعبين. في السابق كان بامكان الاجهزه الفنيه والاداريه ان تعزل اللاعبين الى حد ما في هذه البطولات المغلقه. الان كل لاعب لديه هاتفه. هذه الضغوطات، هذه التوقعات الكبيره من الجماهير، هل تشكل ضغط على اللاعبين؟ شيء اكيد. هو الاهم هو النتائج، خاصه اذا تكون بدايه بطوله تكون نتائج الفريق غير جيده، راح تولد ضغط على اللاعبين من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تعرف مو كل الجماهير تمدح اللاعبين او تاثر على اللاعبين، يعني هواي من الجماهير ينتقصون من اللاعبين، خاصه في المباريات اللي يخسرها الفريق او لاعب يكون غير جيد، فلذلك يكون تاثير سلبي. بس تعرف اكو لاعبين خبره، لاعبين صاحبين تجربه مارين بهاي الظروف ما يتاثرون اذا كان الاعلام معاهم او ضدهم. انا كنت واحد من الناس ما اتاثر، يعني ما اهتم ما يحدث خارج الملعب، ما يحدث خارج الملعب، حتى اذا كان من الاداريين الفريق او الجمهور او اللاعبين. انا اركز على مباراتي، اكون جيد، لذلك ان شاء الله تكون حصيله النتيجه في نهايه المباراه تكون من جانب. لذلك انا اقول لك اتمنى ان شاء الله من اللاعبين